مرحبا أصدقائي حبايب قلبي، إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم ما رح نشتغل أو نطبخ أو نعمل أي شيء. اليوم بدي أعمل معكم خلطة للشعر. بدي أحني شعري. أنا بحب الحنة أكتر من الصبغة، وبيضاين أكتر من الصبغة. أنا خلطتي كتير كويسة، صار لي تقريبا سنة بستعملها. حتى يعني بتضاين شي 4 أشهر. شعر الأبيض ما بطلع. يعني نحن كلتنا بنعرف إنه ما في شي بيخفي الشعر الأبيض، خصوصا الصبغة. صبغتي شعرك بعد 3 4 أيام بتلاقي إذا تحممتي حمامين 3 مثلا بتلاقي إنه في هيك بين شعر الأبيض من جوا. بس إنه هالخلطة إذا عملتيها بالبيت بتضاين. يعني أنا تقريبا عاملتها من شي 4 أشهر. هلا من جديد حورجيكم الأبيض بلش يطلع. طلعوا. فهلا رح أعمل معكم الخلطة والمكونات. خلينا نروح هلا نشوف شو رح أستعمل بالخلطة الحنة. وكتير مفيدة للشعر وبتعطي هيك قوة للشعر. يعني نحن بنعرف كلياتنا إنه الحنة مفيدة للشعر وفوائدها لا يعلى. يعني ما بدنا ندخل بالتفاصيل لأنه أنا ماني أنا ماني أخصائية. فأنا يعني عن خبرتي الشخصية، فأنا بحب أعمل الخلطة هيك وبيطلع اللون كتير حلو. هلا في أنواع للحنة، وخصوصا بألمانيا في هيك بالروزمان، في مثلا بالدي ام هيك علب شو اسم علب كبيره ومكتوب عليه حنه. يعني في الوان، بس انا ما حبيتها. يعني جبت جربتها بس ما عجبتني طاول. انا بجيب حنه فرط من عند الافغاني. في عنا نحن بمنطقتنا في سوبر ماركت افغاني، في عنده حنه فرط. في عنده لونين، لون الاحمر ولون الاسود. انا بحب اللون الاحمر، فاليوم جبت حنه باللون الاحمر. انا هديك المره مع المشتريات كنت جايبتها بس نسيت لكم بالمشتريات. يلا خلينا هلا نروح نشوف شو بنحتاج مكونات للحنة مشان تطلع لون الشعر كتير حلو. وال وال يعني الشعرة بتطلع كتير كتير ناعمة، واللون بيطلع كتير حلو. يلا خلينا نبلش مع بعضنا حبايبي. المكونات: انا عندي حنه مثل ما قلت لكم، حنه فرد جبتها من عند الافغاني. في عندي كركم كتير كتير كويس وبيعطي هيك لون حلو للشعر. في عندي زيت جوز الهند، انا جايبته من الروزمان. في عندي بلسم، اي نوع بلسم عندكم ما تتقيدوا باللي عندي. وعندي انا عامله شاي اخضر غاليته وهو لساته سخن. يعني انا بدي اياه يكون هيك عم بيغلي. رح نستفيد منه كتير. هلا بدنا نبلش بالخلطة مع بعضنا. رح اخد بالبداية، وطبعا لازم نلبس كفوف. اللي ما بحب تجي الحنة على الايد بتبقع، ما بيروح لونها، فتلبس كف احسن لها. انا هلا لما بدي اصبغ شعري بدي البس كف. بس اجيب مقص، خلينا نقص الكيس. بيجي هيك الكيس، كيس قماش. انا اخذت كل هالكميه ب6 يورو، بينما اذا اشتريتيها من الروزمان او من الدي ام او من اي سوبر ماركت بالمانيا، العلبه الصغيره بتأدي لمره وحده تقريبا بشي 9 يورو، بشي 10 يورو وشوي. انا هي كلها هي بستفيد منها تقريبا ل6 7 مرات وما بصل لها شيء اذا حافظتيه عليها وحطيتيها بكيس مغلق وسكرتي الكيس. اذا ما اجت رطوبه ما بصل لها اي مشكله. هلا انا رح اخذ لطول شعري، انا شعري قصير، بدي اخذ 3 معالق من الحنه بهالطريقه. لازم انتو تخصصوا طبق للحنه، لانه بعد الحنه ما لازم نستخدم الطبق لانه بيعلم عليه الحنه وما بيروح. رح اخذ مثل ما قلت لكم 3 معالق اكل كبار معرمين من الحنه، بكفوا لشعري انا. وراح اضيف لها كمان معلقه كركم، معلقه كبيره كركم.
وراح اخلطهم شوي مع بعضهم بهالطريقة. راح اخد معلقة كبيرة من الجوز الهند، من زيت جوز الهند، بيعطي كتير يعني بيقوي الشعر ومفيد، وبيعطي هيك بتحسي شعرك مثل الحرير. كتير كتير كويس زيت جوز الهند للشعر. انا اخذت معلقة كبيرة لانه كلنا بنعرف انه بعد الحنة احيانا الشعر بيخشب، بصير هيك خشن، فعمل اذا ضفتي هالمكونات كتير كتير بيطلع الشعر ناعم. انا رح اضيف تقريبا معلقتين تقريبا بلسم، اي نوع بلسم عندك. انا هذا جبته معي من هولندا. هذا ما بعرف اذا انتم بدكم تاخدوا، اذا تسالوني على النوع البلسم، انا هذا جبته من هولندا راح يخلص عندي. وهلا راح اضيف انا الشاي اللي انا غليته، راح صفيه بالمصفاي واضيف حبه حبه، وراح اخلط الحنه مع البلسم مع زيت جوز الهند، لانه زيت جوز الهند هلا من حراره الشاي راح تدوب. واذا انت بدك تذوبيها فيك تحطيها بالميكرويف ثانيتين بتدوب لحالها. راح اضيف شوي تاني، انا تقريبا بدك تقولي شي كاسة شاي اخضر انا ضفت له. بتذكر امي كانت تعمل لنا لما كنا صغار، كانت تحني شعرها تعيفه 24 ساعة على راسها وتنام فيه، وراسها بصير مثل الجبل، والحنة بتعبي الدنيا تعملها كتير سميكة. فما بنحتاج كل هالقد. هيك عندي الحنة راح اتركها تقريبا منقوعة بهالشكل شي ساعة، وبعدها راح اورجيكم كيف راح استعمل الحنة خطوة بخطوة. هلا راح اغطيها واتركها شي ساعة، بعد ساعة راح ارجع لكم كيف راح نبلش مع بعضنا. حبايب قلبي انا رجعت لكم، نسيت مكون كتير كتير مهم، وهو عصير الليمون. بيعطي لمعة فظيعة للشعر، فظيعة فظيعة. راح اعصر عصير ليمونة بهالطريقة. راح اعصر النص الثاني. وراح اخلطهم كتير مليح. الحنة الليمون بيعطي لمعة للشعر، واذا في قشرة بتنظف الشعر من القشرة، وبيثبت اللون كتير كتير مليح. انا كنت نسيانته، بعد ما صرت اخلط وسكرت الفيديو تذكرت انه انا نسيانة شي هو الليمون.
هلا رح اغطيه بهالطريقه وراح ارجع لكم بعد ساعه. هيك ارتاحت شوي واخذت راحتها. طلعوا. وانا هلا عندي حبايب قلبي فرشاية صبغة، اي فرشاية عندكم بحتاج. وبحتاج لورق نايلون، كيس نايلون من هدول، او اي كيس عندكم، من او كيس ستريش اللي بنغطي فيه الاكل، وجريدة، واي كنزة قديمة عندك ما بتحتاجيها، خصوصية للحنة، للصبغة، لاي شي. وبحتاج اي نوع كريم عندك عشان ادهن وشي. هلا بالبداية انا شو بدي اعمل؟ بدي احط كريم على، اول شي انا لبست الكفوف بايدي مشان ما انزع اصابعي، لانه انا عندي كورس. وراح احط كريم على وشي، اي نوع كريم بهالشكل. راح ادهن وشي كلياته بالكريم. هلا اهم شي انه نمص شعرنا ونعمل فرقة. هلا بالبداية راح اخذ شوي من الحنة بالفرشاي هيك بهالطريقة، مثل ما بنصبغ شعرنا باي يعني كيف بنصبغ شعرنا. راح ناخذ كمية الحنة كمان مثل الصبغة، وراح ادهن بهالطريقة هالشكل. انا راح اركز على الشعر الابيض، حط كمية عشان خصوصا الجذور، راح اركز على الجذور عشان اشبع الجذر الشعر بالحنة بهالطريقة. بعرف اذا عم ببين كويس بالكاميرا. ما بتحتاجي حدا يساعدك، بتعمليها لحالك بالفرشاي وبالبيت. نحاول دائما نركز على الشعر الابيض من القدام، و راح اقسم بالفرشاي الشعر بهالطريقة. اخذ خصلة خصلة واشبعها بالحنة.
موجودة بالحنة بالطريقة. رح احط شقفة تانية من قدام كمان. بدي اورجيكم الكف لونه كيف صار. طلعوا ما احلاه صار لونه. هلا بدي احط انا الستريش، بدي الفه حوالين الجريدة بهالطريقة. وراح احط على راسي اي شاب او اي شغله ما بدي اياه، وراح اصبر عليه لمده ساعتين او اقل، يعني اشوف حسب ما هيك ياخد حماوه. اذا انت مستعجله فيكي بالششوار تششوريه شي نص ساعه وبعدها تستني عليه شي نص ساعه تاني وتتحممي كمان بيصير. انا هلا رح اصبر، بدي اخليه هيك على راحته. اللون ينصبغ بالشعر بيطلع اللون كتير حلو. مشان ايش انا قلت لكم البسوا كنزه للكب. شوفوا انا كنزتي بهدلت هلا صارت للزباله، فانا هلا بغسلها وبشيلها وبعيفها لمرت الجاي. وانا عندي الحنه زادت كميه الحنه، يعني كان لو معلقتين كان بيأدي لشعري انا. كل الناس اللي بيحبوا يحنوا شعرهم وطول شعرهم طول شعري بكفي معلقتين حنه وتصبغوا تحنوا الشعر فيه. هلا انا رح استنى عليه شي ساعتين وانظف حواليني. وهيك حبايبي بعد ما حممت شعري شوفوا الملمس يعني كتير 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 ناعم. انا كل ما هنالك بعد الشامبو حطيت شوية بلسم لاطراف الشعر. شوفوا نشفته، شوفوا اللون ما احلى، شوفوا اللون كتير حلو اللون. ما بعرف اذا عم ببين. طلعوا النعومة، يعني لا تفكروا حتى الشعر الابيض ما ضل. طلعوا ما ضل الشعر الابيض، يعني اللون كتير حلو. بنصحكم تحطوا حنة على شعركم واوفر، ويعني ما بيضر الشعر كمان. كلياتنا بنعرف فوائد الحنة. واذا اتبعتوا الطريقة اللي انا سويتها شوفوا اللون ما احلى. الساعة الشمس على حمامين 3 بيطلع اللون احلى واحلى. طلعوا ما احلى، كتير حلو اللون. بنصحكم تعملوا هذا اللون. واذا عجبكم اللون والطريقة لا تنسوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايكات كتير كتير. وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نعمل كتير شغلات مع بعضنا، وبكرة أحلى. باي باي، بحبكن كتير.